اهلا بكم مره تانية في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن اهم مميزات بطاقه الخصم المباشر او بطاقه الاي تي ام البلاتينيه على الحسابات الخاصه بالبنك الاهلي المصري. هنفكر بعض برضو ان البطاقه البلاتينيه هي البطاقه للعملاء اللي رصيدهم من اول 1.5 مليون لغايه 5 مليون. دول كده اللي بتطلع لهم البطاقه على الحساب الجاري بتاعهم على حسابات التوفير الخاصه بيهم في البنك الاهلي. لما يكون رصيدهم من 1.5 مليون لغايه 5 مليون. طيب تعال نتعرف النهارده على اهم المميزات اللي بيحصل عليها حامل البطاقه الخاصه بالبلاتينيه. ماشي، زي ما هو ظاهر قدامكم على الشاشه دلوقتي. زي ما احنا قلنا ان هي بتصدر للعملاء اللي رصيدها، بتصدر للعملاء زي ما احنا شايفين الاهلي بلاتينم اللي هو رصيدها بيبقى رصيده من 1.5 الى 5 مليون. مميزات البطاقه طبعا شكل البطاقه بيبقى زي الشكل اللي ظاهر قدامكم على الشمال كده، بنفس اللون بنفس الشكل تقريبا، شكل مايل للون البلاتيني. المميزات بتاعتها له ماركه يعني الاتصال العادي. احنا قلنا العملاء العاديين بيتصلوا برقم 19623، لكن بالنسبه لخدمه العملاء الخاصه بكبار عملاء هي 19523، فرق ما بين 600 ل 500. في برنامج الاهلي بوينت او النقاط الخاص بكروت الخصم بالنسبه للكروت العاديه بتخصم عليها نص، بيضاف لها نص نقطه لكل جنيه. يعني لكل جنيه بيبقى ليه نص نقطه. تمام كده، نص نقطه. كل جنيه بيبقى ليه نص نقطه، ده في العادي. اما بالنسبه في البلاتيني كل نقطه قدام كل جنيه قدامه نقطه واحده. طب بتفرق في ايه النقاط دي؟ ان انا النقاط دي انا بجمعها مع الوقت. يعني مثلا اشتريت مثلا 10000 جنيه قدام 10000 نقطه، النقاط دي بجمعها مع الوقت وبقدر ان انا استبدلها باسايم شراء او بستبدلها كاش بترجع تاني في الحساب. تمام كده. اسامي الشراء اللي انا طبعا بستخدمها طبعا في مشتريات او ايا كان موجود، فطبعا تعتبر زي كده ايه، زي ما يعتبر جزء من الكاش باك الخاص بالكروت. تمام كده. دي اول نقطة. بنتكلم كمان على برضو ملحوظة بالنسبة للنقاط دي. النقاط دي لا يتم اضافتها الا في حالة المشتريات بس. يعني محدش يروح يسحب فلوس كاش من على المكنه من بره كان هيضاف له نقاط. لا، في مشتريات دي اللي انت دخلت محل اشتريت مثلا بالفيزا، اشتريت حاجات من على النت، دي اسمها مشتريات. اي تعامل غير مادي ماشي، غير يعني من غير البنكنوت يعني. تمام كده. طيب في كمان عروض بتقدم من بعض الشركات اللي او التوكيلات العالميه للبطاقات الخاصه بالبطاقات البلاتينيه الخاصه بكروت البنك الاهلي. وحاملين البطاقات دهيت بيعملوا لهم خصومات معينه وكمان عروض معينه عن طريق الموقع اللي ظاهر قدامكم على الشاشه ده اهو. لو دخلتوا على الموقع ده بتقدروا تعرفوا العروض والحاجات الخاصه بالمقدمه يعني مخصصه للبنك الاهلي المصري او الاشخاص اللي هم كبار العملاء اللي حاملين بطاقات البلاتينيه. هنتكلم عن بعض المواصفات الخاصه بيها طبعا برضو. في مميزات تانية طبعا للعملاء ذات نفسهم، ان طبعا عميل الكبار العملاء بيبقى له لو دخل جوه الفرع بيبقى له كشف حساب مرة واحدة في السنة مجانا. له كمان شهادة بالرصيد اللي هي بيبقى مجمع فيها كل أرصدته مجانا مرة واحدة في السنة. له كمان ان هو طبعا بيبقى له صاله مخصصه بيه، ما بيقعدش في وسط العملاء العاديين تحت في الصاله، بيبقى فيه صاله مخصصه لكبار العملاء فقط لا غير جوه البنك او في بعض الفروع. والفروع اللي ما فيهاش صالات كبار عملاء بيتم خدمه العميل من خلال مدير الفرع شخصيا او من خلال مدير خدمه العملاء، وبيدخله على الشباك او بيدخله على سواء في الخزنه او خدمه العملاء بدون ارقام. دي من ضمن المميزات الخاصه بكبار العملاء. لمجرد ان هو البطاقه دي بتستلم كبطاقه تعريفيه، يعني بيخش جوه الفرع بيطلع البطاقه بيبقى عارفين ده كبار عملاء، ما بيتم التعامل معاه على هذا الاساس. بيبقى له كمان دفتر شيكات بشكل مميز عن الشخص العادي بعدد 25 ورقه بيتم اصداره مجانا للعميل بدون ما يدفع مصاريف. طبعا مصاريف دفتر الشيكات العاديه لما بيطلع بالعميل العادي بيطلع الورقه الواحده تكلفتها 5 جنيه. بالنسبه لكبار العملاء بيبقى مفيش مجانا مره واحده في السنه. بنتكلم بقى على مصاريف. نرجع تاني لمميزات الكارت. الكارت مصاريف الاصدار بالنسبه للكارت احنا قلنا مجانا وشرحناها في حلقه سابقه، بس بنعيد تاني برضو. التجديد 150 جنيه. البدل تالف لو انا مثلا الكارت ضاع او حصل له مشكله وعايزين نعمله بدل تالف بيبقى 100 جنيه. الحد الاقصى للسحب اليومي قلنا 30000 جنيه محليا و50000 جنيه وما يعادلها بالمعاملات دوليا. الحد الاقصى للمشتريات 300000 جنيه محليا و
3 مليون وما يعادلها بالعملة الأجنبية دوليا. كشف حساب مختصر من المكنه مجانا، ورسوم السحب النقدي طبعا لو انا سحبت طبعا كاش من مكنه البنك الاهلي بيبقى مجانا، ولو مكنه بنك تاني 5 جنيه. تمام كده. وكان في اعفاء وانتهى في 30/6 اللي فات. طبعا حاليا ما عادش بيبقى فيه كاش على السحب. رسم السحب النقدي من مكنات البنوك الاجنبيه اللي هي خارج مصر 30 جنيه على كل سحب زاد 3%. وبرضه حسبنا الموضوع ده في حلقه سابقه. رسم الاستعلام عن رصيد من ماكينات البنك الاهلي مجانا من ماكينات بنك تاني داخل مصر 15 جنيه، وماكينات بنك تاني خارج مصر 15 جنيه، الاتنين واحد. عمولة استخدام البطاقات بالعملة الأجنبية 3%، اللي هي أصلا هي برضو اللي احنا اتكلمنا عليها هنا. تمام كده. دي كل مميزات او معظم المميزات الخاصه بالكارت. بس طبعا اشهر المميزات الخاصه بالكارت واهمها ان في خط ساخن مميز خاص بالكارت لوحده. دي اول حاجه. ماشي. تاني حاجة العروض والخصومات اللي بتتعمل للعملاء الخاصين بحاملين بطاقات البلاتينم او البطاقات البلاتينية الخاصة بالبنك الاهلي. بيبقى فيه خصومات بتوصل على فكرة لازيد من 50% و60% للعملاء اللي حاملين البطاقات الخاصة بكبار العملاء الخاصة بالبنك الاهلي المصري. فيا ريت نراجع الموقع ده، مهم جدا. هنلاقي عليه طبعا مواصفات، هتلاقي عليه مثلا عروض قويه جدا وكويسه جدا للناس اللي حامله البطاقات دي. الموقع ده نرجع له تاني، بيبقى يا ريت الناس تنقله من على الشاشه. بخلاف كده كمان الحته اللي لم تذكر هنا، وهي ان في قاعات مخصصه في الكبار اسمها في المطارات لعملاء كبار العملاء الخاصة بالبنك الأهلي. في بعض المطارات تم تخصيص فيها قاعات بالكامل بيخشها العميل بالكارت بتاع كبار العملاء، فيها مميزات خاصة لكبار العملاء الخاصين بالبنك الأهلي المصري. أرجو أن تكون الحلقة فادتكم وعجبتكم. إن شاء الله أقابلكم في حلقة جديدة، ومع السلامة.